نحكي اليوم عن الماء الأبيض. نعم. أعتقد هاي مشكلة كلش شائعة، طبعا كثير من أكيد. الأشخاص يعانون من عندها. بالبداية نحكي عن شنو هي أبرز أعراضها وش وقت يصير التدخل الجراحي ضروري في أعراض المي الأبيض إذا تعرفون أنه هي تصير عتامة بالعدسة، فهاي يصير عتامة وضبابية بالرؤية بالنسبة للمريض اللي يعاني من المي الأبيض، ويحس أنه المريض أنه الضوء ما يشوفه الضوء فاقع اللون، الألوان تكون باهتة وليس فاقعة، وأيضا الرؤية تكون مضببة، وأيضا يحس أنه يحتاج إنارة هواية بالنسبة للمرضى خاصة الكبار العمر. وبالنسبة اللي قلت على مود العمليات، شو وقت العمليات هي لما تكون مأثر على الرؤية مالته والحياة اليومية. يعني مرات اكو مي ابيض بس ما مأثر على حياة الانسان، فما يحتاج يسوي شيء. اكو ناس لا يشيلوها قبل ما المي الابيض يكمل، يقدر يسوي عمليات مو فقط ازالة المي الابيض لكن ايضا لتصحيح النظر.